اسمعني كويس. في دول العالم الناس بتدفع اشتراك نت وبتعيش الشهر كله على النت، إنما إحنا بندفع وبنقعد نعد في الجيجا زي بطارية موبايل هتفضى. في 2026 ولسه في مصر النت مش مفتوح، ولسه الشركات بتبيع لك شوية بيانات وتقولك اتفضل ده إنترنت. طب إزاي دولة عايزة تتقدم ولسه المواطن فيها بيدفع فلوس على خدمة بتنتهي قبل نص الشهر؟ إزاي بتطلب مني أتعلم، أشتغل، أستخدم ذكاء اصطناعي، وفي الآخر تقول لي الباقة خلصت يا فندم، اشحن تاني؟ والأجمد من كده إنك لازم تركب خط أرضي وتدفع فاتورته، مع إن محدش أصلاً بيستخدم التليفون الأرضي. يعني بدل ما اشتري إنترنت، أنا بشتري إنترنت زائد أرضي زائد باقات زيادة، وبالمرة شوية أعصاب محروقة. النهاردة هنتكلم بصراحة. ليه النت في مصر محدود؟ ليه ندفع في أرضي محدش بيستعمله؟ وليه شركات الاتصالات وعلى رأسهم WE لسه بيحاسبونا بالنظام من سنة 2005؟ لو أنت من الناس اللي الباقة بتخلص قبل آخر الشهر، أو زهقت من كلمة استهلكت 80% من الباقة، يبقى الحلقة دي ليك. ويلا بينا نبدأ. بص يا صاحبي، خليني أشرح لك الموضوع كله من الأول، من غير لف ولا دوران زي ما الشركات بتعمل. الإنترنت في العالم كله بيجي من كابلات ضخمة ماشية تحت البحر. كابلات دي طولها آلاف الكيلومترات، بتربط أوروبا بآسيا وبتمشي من عندنا. وطبعاً أول ما تسمع إن مصر بيمر فيها حوالي 17 كابل بحري، تفتكر إن النت عندنا لازم يبقى أحسن وأرخص وأسرع من نص العالم. بس الحقيقة لأ، لأن الشركات اللي جوا مصر هي اللي ماسكة الحنفية. خليني أقولك اللي الشركات مش هتقولك عليه. رقم واحد، مصر مش بتشتري إنترنت بالجيجا. لأ، الدولة أو الشركات بتاخد ساعات ضخمة جداً اسمها capacity، يعني تشتري خط كبير مليان إنترنت، وبعد كده هي اللي بتقسم الخط ده على الناس. فالمفروض الطبيعي إن الناس تاخد إنترنت مفتوح زي العالم كله، بما إن الخط اللي داخل البلد أصلاً مش محدود. طيب، ليه عندك باقات؟ وليه كل شوية يجيلك رسالة تم استهلاك 80% من الباقة؟ هنا ندخل في اللعبة القذرة اللي الشركات بتلعبها. رقم 2، الشركات مش عايزة تقدم إنترنت مفتوح. ليه؟ لأنهم عارفين إن لو النت بقى مفتوح، الناس هتستخدم أكتر، والشركة هتحتاج تطور الشبكة وتحط فلوس في تحديث البنية التحتية. وده آخر حاجة الشركات عايزاها. الشركات عايزة تكسب أكبر رقم بأقل مجهود وبأقل تطوير ممكن. فبدل ما يعملوا استثمار كبير، يعملوا حركة أسهل، يقللوك الاستخدام. يقولك دي باقة 200 جيجا، لو خلصت اشحن إضافي. طب ليه أصلاً أشتري إنترنت بالساعات؟ أصل الإنترنت اللي داخل البلد ما فيهوش ساعات، ده خط ثابت غير محدود، والشركات بتقسمه عليك وتخنقه عليك وتبيعهولك على مراحل، كأن معاك صنبور مية جاي من النيل، والشركة واقفة عند الحنفية بتفتح لك شوربة صغيرة وتقولك عايز كمان؟ اشحن. وهنا ندخل على المصيبة التالتة. رقم 3، احتكار. لما تبقى شركة واحدة تقريباً مسيطرة على الخط الأرضي وباقي الشركات بتاخد منها، يبقى مين اللي بيحكم؟ هي. تبقى هي اللي تقول السرعات قد كده، الباقات قد كده، الاستخدام قد كده، ومفيش إنترنت مفتوح. وده غير موضوع الخط الأرضي اللي هنتكلم عنه كمان شوية، لأنه فضيحة لوحده. بس المهم دلوقتي إن الشركات بتضحك عليك لما تقولك ما نقدرش نوفر إنترنت مفتوح، الشبكة مش هتستحمل. الشبكة مش هتستحمل؟ طب إزاي الدول اللي أقل مننا دخل وأضعف مننا اقتصادياً عندها نت مفتوح، وإحنا اللي عندنا أكبر ممر كابلات في العالم
لسه بنعد الجيجا؟ الحقيقة اللي لازم تعرفها، المشكلة مش في الدولة، المشكلة مش في الكابلات، المشكلة في الشركات. الشركات هي اللي قافلة عليك، والشركات هي اللي مش عايزة تطور، والشركات هي اللي بتكسب من الباقات أكتر مليون مرة من الإنترنت المفتوح. وده سبب إننا في 2026 ولسه بنشتري باقات مش إنترنت. بص للنقطة دي كويس، شركة WE مش بتكسب جنيهين، لأ، الإيرادات بتاعتها بتوصل بالعشرات من المليارات كل سنة، ومليارات الأرباح نفسها في 2023 حققت أكتر من 56 مليار جنيه في الإيرادات، وفي 2025 الإيرادات بتوصل ل 50 70 و78 مليار جنيه تقريباً. يعني ببساطة الشركة بتكسب فلوس كتير قوي مننا كل سنة. ولما تبص للرقم ده صح، هتفهم سبب مهم في إن الإنترنت لسه محدود. لأن لو الإنترنت اتفتح مفتوح وكل الناس استخدمته بحرية، الشركة هتقلل أرباحها من الباقات، وده مش في مصلحتها. الإيرادات الضخمة اللي بتحققها من باقات الإنترنت بتخليها مترددة جداً تصرف فلوس على تطوير الشبكة علشان تقدم إنترنت مفتوح حقيقي، لأنها خلاص بتكسب مليارات من نفس النظام اللي احنا كلنا زهقين منه. ده سبب مهم جداً، مش مجرد كلام اعتراض، سبب مالي واقعي. دلوقتي هنيجي للفضيحة اللي محدش بيتكلم عنها، واللي كل الناس مشغولة بالباقة المحدودة، الخط الأرضي. أيوة، التليفون الأرضي اللي محدش بيستعمله أصلاً. تخيل معايا، أنت عايز تشترك في إنترنت منزلي، الشركة تقولك ما ينفعش تشترك في النت إلا لو عندك خط أرضي، وبدفع فاتورة كل شهر. يعني مش بس بتدفع على الإنترنت اللي محدود، لأ، لازم تدفع على شيء مش بتستخدمه أساساً. والناس كتير مش واخدة بالها، لأن الكل شايف مشكلة النت المحدود، ومحدش بيتكلم عن الخط الأرضي اللي هو مجرد غطاء للربح الإضافي. واللي أغرب، لو ما دفعتش فاتورة الخط الأرضي، الشركة مش بس تقفل لك التليفون، لأ، تقفل لك الإنترنت كمان. يعني باختصار، أنت عايز إنترنت؟ لازم تدفع على الأرضي. ما تدفعش؟ الإنترنت يقفل، تخلص الباقة، اشحن تاني. ومفيش حد بيحاسب الشركة على أي شيء، ده نظام مخطط ليه من الشركة عشان تضمن أعلى أرباح ممكنة. والنتيجة؟ المواطن بيدفع مرتين أو 3 أحياناً، وبياخد إنترنت محدود ومجبر على خط أرضي مش محتاجه أصلاً. والشركة بتكسب وبتضحك على الناس، وبتسيبهم يحاولوا يلاقوا حلول بنفسهم. وده جزء كبير من السبب اللي مخلي الإنترنت في مصر مش مفتوح أصلاً، لأن الشركة مش بس عايزة تكسب من الباقات، ده كمان عايزة تكسب من الخط الأرضي اللي محدش بيستخدمه. وصدقني، ده شيء قليل اللي حد يتكلم عنه، واللي بيتكلم عليه قليل جدا. بس النهاردة إحنا هنتكلم عنه بصراحة. دلوقتي بعد ما شفنا كل الحقائق، ما ينفعش نقف ساكتين. بس قبل ما نبدأ نفكر في الحلول، لازم نفهم الواقع. الشركة عارفوا إن إحنا ما نقدرش نقطع الإنترنت. الكارثة إن البديل الوحيد غالباً هو موبايل إنترنت أغلى بكتير. يعني مهما حاولنا، كلنا تقريباً مضطرين نستمر في الشبكة دي، والشركة عارفة ده كويس. عشان كده كل اللي نقدر نعمله مش مقاطعة فعلية، لكن اعتراض واعتراض واعتراض تفاعلي. واللي أقوى حاجة ممكن نعملها كأفراد: 1. نرفع صوتنا على السوشيال ميديا، نشارك تجاربنا الحقيقية، نستخدم هاشتاجات زي هاشتاج إنترنت غير محدود في مصر، ننشر مقارنات بين مصر والدول اللي الإنترنت عندها مفتوح. 2. نقدم شكاوى مباشرة للجهات الرقابية، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA، نطلب منهم مراجعة الباقات والاشتراكات الإجبارية. لازم يكون في ضغط مستمر، مش مجرد كلام. 3. الحملات الجماهيرية، فيديوهات قصيرة توضح الفضيحة، مشاركات على تويتر وفيسبوك وإنستجرام
تفاعل مع كل مقال أو خبر عن الإنترنت في مصر. 4. الضغط الإعلامي، طلب مقابلات أو تغطية إعلامية توضح الضرر اللي بيحصل. نشر الدراسات والمقالات اللي بيّنت أرباح الشركة مقابل خدمات ضعيفة. وده الأهم، نظام الضغط ده بيخلي اعتراضنا واقعي ومؤثر. الشركة عارفة إننا ما نقدرش نقطع الإنترنت، بس عارفة كمان إننا لو بدأنا نحرك الرأي العام ونخلق وعي مستمر، ده بيخليها تضطر تتصرف، ولو بشكل بسيط. وصدقني، الحلول دي فعلاً أثبتت فعاليتها بقاله فترة، رغم إن الشركة مش بتتكلم أو تعترف، لكن الضغط مستمر والوعي بيتوسع. فالحل العملي والأساس نرفع صوتنا، نتابع كل حركة، نشتكي كل مرة، نشارك كل تجربة، ونخلي العالم يعرف الحقيقة. الحلول الجذرية اللي تغير النظام بالكامل صعبة، لكن الحل العملي اللي يبغى على الشركة موجود وواقعي، واللي لازم نعمله إحنا كجمهور واعي ومصر على حقه. بس في خطوة أقوى وممكن توصلنا لحل حقيقي: البرلمان. إحنا مش مجرد ناس بتشتكي على الإنترنت، إحنا محتاجين نوصل صوتنا لمجموعة من نواب مجلس الشعب اللي مستعدين يسمعونا، اللي يقدروا يتكلموا باسمنا في المجلس. إيه المطلوب؟ 1. نختار مجموعة نواب واعيين، عندهم شجاعة، مهتمين بمصلحة المواطن. 2. ندعمهم، نكون في ظهرهم، نشاركهم البيانات، نوريهم الحقائق عن الإنترنت المحدود والربح الضخم للشركة. 3. نخليهم يرفعوا الموضوع رسمياً في المجلس: إلغاء شرط الخط الأرضي للإنترنت، توفير الإنترنت مفتوح لكل المواطنين، مراجعة باقات الإنترنت الحالية، وتطبيق المنافسة الحقيقية. يعني بدل ما كل واحد مننا يحاول لوحده، البرلمان يكون صوتنا الموحد، والضغط على الشركة المحتكرة هيكون رسمي وقوي. إحنا من حقنا نشتري إنترنت من غير تليفون أرضي، ومن حقنا الإنترنت يبقى مفتوح فعلياً، مش محدد بشوية جيجا كل شهر. وبالطريقة دي نواب البرلمان هيبقوا خط الدفاع العملي الأول، وإحنا وراهم، نتابع كل خطوة، نضغط إعلامياً وسوشيال ميديا، نشارك الوعي، نرفع هاشتاجات زي هاشتاج إنترنت غير محدود في مصر. وده مش حلم، ده حل عملي وواقعي يقدر يخلي الشركة تتحرك وتبدأ توفر إنترنت مفتوح وبعيد عن الخط الأرضي. اسمعوني كويس، إحنا كلنا بنتكلم عن الإنترنت المحدود، عن الخط الأرضي، عن الشركات اللي بتستغلنا. بس الحقيقة إن الكلام لوحده مش كفاية. اللي محتاجينه دلوقتي توحيد كل الأصوات في مكان واحد، حملة واحدة منظمة، هدف واحد، رسالة واحدة واضحة: نرفض الإنترنت المحدود، نرفض الخط الأرضي الإجباري، نطالب بحرية الإنترنت ومفتوح للجميع. محتاجين حد يقدر ينظم الحملة دي، حد يجمع كل المواطنين اللي عايزين يشاركوا صوتهم، ويبقى في منصة واحدة أو هاشتاج واحد كل الناس تركز عليه. مش كل واحد يتكلم لوحده كل شوية، مش تشتت، مش كلام فاضي على السوشيال. إحنا محتاجين نكون إيد واحدة قدام احتكار الخط الأرضي والإنترنت الغير محدود. لما نوحد صوتنا، لما كل واحد مننا يعرف إننا خلف بعض، لما النواب يشوفوا ضغطنا، لما الإعلام يلاحظنا، الشركة هتضطر تسمعنا وهتضطر تبدأ تغير نظامها. فدلوقتي الوقت، وقت التحرك، وقت توحيد كل المواطنين في حملة واحدة. كل صوت مهم، كل مشاركة بتفرق، كل تعليق على السوشيال بيقوي الضغط. يلا بينا نكون إيد واحدة، صوت واحد، ضد الاحتكار، ضد النظام اللي بيحرمنا من الإنترنت المفتوح. حملوا هاشتاجكم، شاركوا تجربتكم، وانضموا لكل حملة منظمة عشان نقدر نحقق التغيير الحقيقي اللي احنا محتاجينه في مصر.
اللي هي انليمتد، اللي هي مفتوح، يعني بقعد استهلك لغايه ما الشهر يخلص؟ ولا انا عارف ان في حاجات تانية ليها حجم، ولكن المفتوحه دي مش المفروض ما بتخلصش؟ لا، مفيش حاجة مفتوحة. مفيش حاجه مفتوحه؟ لا لا لا، خلاص يعني ما في، يعني موضوع انه اي حاجة مفتوحة دي ما فيش، هو كله بيبقى ليه. انه الباقه بقت بتخلص بسرعه، ما بقتش مبروكه. 1 جيجا خلصت او 5 جيجا خلصت، لا ده ما كتير جايز قوي. الحلقه فيها تمثيل كتير او كده او بتاع.